كنت في مرة مع صحابي وكان في حد عارفينه بيحاول يلفت الانتباه في أي مكان. يعني مثلا دايما يلبس حاجات غريبة ومبهرجة عشان الناس تلاحظه وتتكلم عنه. تلاقيه في كل قعدة هو اللي بيدير الحوار وبيحاول كمان يبقى هو الموضوع الرئيسي. ده اللي بيحصل مع الشخص اللي عنده اضطراب الشخصية الهستيرية. أنا آلاء كرار، ودي حلقة من تاريخ الاضطرابات النفسية. الشخص ده دايما بيحاول يبقى تحت الأضواء سواء من خلال لبسه أو طريقة كلامه، حتى تصرفاته درامية، بس غالبا التعاطف بيبقى معاه سطحي والناس بتزهق منه بسرعة. كانوا بيشوفوا الحالة دي على إنها نوع من أنواع المرض البدني اللي ليه أعراض معينة زي العصبية والتوتر الذاتي، لكن مع تطور الطب النفسي بدأوا يفهموا إن ده مش مرض جسدي، ده نمط معين من الشخصية. ومع مرور الوقت تغير الاسم من هستيريا لاضطراب الشخصية الهستيرية. العلماء كانوا بيشوفوا إن ده سلوك ثابت للشخص مش سهل إن هو يتغير، لكن النهارده الشخص ده ممكن يساعد نفسه إن هو يتغير. الدكتور ممكن يساعده إن هو يعبر عن مشاعره بطريقة طبيعية بعيدة عن المبالغة. ممكن يكتشف هوايات جديدة يلاقي فيها سعادته بعيدا عن جذب الانتباه.